السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل فيديو جديد عظمه مليان احداث مشوقه، ولو انتم ما شفتوش المنهوه دي قبل كده فلسه في اكتر من 10 ساعات من المتعه تقدروا تشوفوهم وبعدين ترجعوا لهنا. اسيب لكم الجزء الاول في اول تعليق، ولو انت فعلا عايز تساعد اخوك تقدر تعمل لايك للفيديو وكومنت برأيك بكل صراحة. ويا سلام بقى لو تشترك في القناة لو انت مش مشترك، ده فعلا هيفرق معايا جدا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في كل مكان، ويلا بينا نبدأ القصة. بطلنا بيحس بحد بيتحرك في المكان وبيقول ايه الطائفة الدموية، وفجأة بطلنا بيتسحب لبره وبيقعد يراقب اللي بيحصل، وبيجي واحد وبيقابل الزعيم فعلا، وهما بيقولوا له ازيك يا سيد وو، ايه الاحوال؟ والراجل الملثم ده بيسألهم عن اللي بيحصل في المكان، والزعيم بيقول له تمت زيارتنا من قبل 2 من تلاميذ قاعة النجوم السماوية، ولكن انا اعتنيت بيهم، واحد فيهم اسمه وي شينج وهو مخمور دلوقتي، والتاني اسمه تيان وانج، على الرغم اللي هو في المستوى التاسع بس من عالم الفطرية، ولكن ده هزم تلميذ في المستوى العاشر من عالم الفطرية برضه في اختبار القاعة السماوية. ده عندهم 2 من المحاربين في العالم الارضي علشان يحموهم في الخفاء. والراجل ده بيقول له خلاص خلي عينك على المحاربين من العالم الارضي دول، والزعيم بيقول له حاضر، والتاني بيقول له البيادق التانيين من عالم الفطرية مش بيشكلوا اي تهديد. وبطلنا بيلاحظ وش الراجل ده بيقول طائفة جولينج بتتعاون مع الطائفة الدموية فعلا. والراجل الملثم ده بيقول الزعماء بتستخدم قاعة النجوم السماوية اسمها علشان تجند التلاميذ من طوائف تانية كوسيلة للحفاظ على قوتهم. والزعيم بيقول له انت عندك حق يا سيد وو، قاعة النجوم السماوية دول بتشك فينا، ولو عرفوا اي حاجة عننا فهتبعت محاربين من العالم السماوي علشان يدكونا دك. وبيقول له طالما انت بتراقب الطفلين دول فانت هتكون بخير، وكمان مركز اتباعنا في جبال شيان لونج بين المنطقة أوشو ومنطقة ليان بو اللي بتبعد مئات الأميال في وسط مكان مهجور، علشان كده مش هيتوقعوا مننا ان احنا نكون هناك. خليك مخلص للطائفة الدموية ومش هتسيء ليك الطائفة والا انت عارف العواقب. وهو بيقول له خليك مطمن يا سيد وو، مش هيعرف اي حد عن ده، حتى طائفة ليان بو في وادي يون مينج وطائفة جولينج هيبقوا أفواههم مقفلين وهيفضلوا مخلصين للطائفة الدموية هما كمان. معنى كده إن ال3 طوائف يا شباب هما ال3 متعاونين مع الطائفة الدموية. والراجل ده بيقول السبب الرئيسي علشان أجي هنا النهاردة هو إن أقول لك إن في غضون 5 أيام بس إحنا هنهاجم طائفة ليان يو ويون مينج، وإحنا هنقضي على الطائفتين بضربة واحدة، ولو كان أي من تلاميذ قاعة النجوم السماوية لسه موجود فإحنا هنقضي عليهم هما كمان. والراجل بيقول له إيه الطائفة الدموية هتهاجم منطقة أشو بالفعل؟ وبيقول له أيوه، وفي غضون 5 أيام هيجي أمير الطائفة الدموية شخصيا لأشو، وإحنا هناخذه من الجنوب وهندمر طائفة جو، وبعد كده نروح مباشرة لمنطقة أوشو المركزية وهنقضي على طائفة أوجيان. وطالما سقطت أوشو هتتعرض منطقة أوشو للهجوم من كلا الجانبين من قبل الطائفة الدموية، وبعد كده في غضون أيام بس هتسقط كمان، وهتوحد الجماعة بعد كده المنطقة الشمالية لقارة شينشو، وهيتم اكتساحها من الشمال لحد الجنوب، وهنأسس امبراطورية دموية عظيمة جدا. والزعيم بيقول له ايه زعيم الطائفة الدموية الامير بنفسه هيجي؟ ده فعلا لا يقهر، ده كده هيكسح القارة فعلا. وبطلنا بيقول في باله وهو بيراقبهم بيعتقد الكل ان الطائفة الدموية هتهاجم اوشو من سلاسل الجبال المهجورة للوحوش في الشمال، ولكن الطائفة بتخطط اللي هي تعمل العكس، ولكن مش هيكون لو شويي من قاعة النجوم السماوية ند لأمير الطائفة الدموية، وممكن تواجه الأمير للمنطقة بتاعت شينشو كده، فأوجيان هتكون في خطر. أنا لازم أبلغ قاعة النجوم السماوية في أقرب وقت ممكن، وقبل كده أنا لازم أتأكد من صحة الأخبار الأول، وبكده هتأكد إن هما مش بيخدعوني، وبالطريقة دي هتكون الطريقة الوحيدة إني أقبض على السيد وو ده واستجوبه، وبمساعدة شوهو مش هيكون من الصعب اللي احنا نمسك محارب زيه في المستوى التاني من العالم الأرضي. والراجل ده التاني بيقول انا لازم اتولى مزيد من الاهتمام للاتنين التلاميذ من قاعة النجوم السماوية دول، انا مش هينفع اخليهم يفسدوا الاحداث الكبيرة للطائفة الدموية. وهو بيقول له انا فهمت يا سيد وو، وبعد كده هو بيهرب، وبطلنا بيروح معاه هو وشو وو، وبطلنا بيكون عمل له كمين وبيقول له القط بتاعه ده جاي، وبطلنا بيطلق عليه شو وو اللي بيكون بحجمه الطبيعي وبيهجم عليه وبيوقعه في الفخ، وبطلنا بيهجم عليه من ظهره، وبقى شو وو قدامه وبطلنا من ظهره وعمالين يهجموا عليه هجمات متتابعة. والراجل بيقول ايه
انت مين وازاي عرفت مهارات خطوات الشبح؟ وساعتها بنشوف السيد وده وهو بيعمل المهارة الملكية الخالدة، وساعتها هو بيتعرف على بطنة وبيقول له انت تلميذ قاعة النجوم السماوية، هو انت اللي قتلت ابن الشبح السائر؟ وبطنة بيقول له ايوه. ساعتها بيقول له تمام، كان من الممكن ان انت تعيش ايام تانية، ولكن بما انك متشوق للموت كده فانا هحققلك امنيتك. بطنة مش بيهتم بكلامه وبيستخدم سيف الظل اسلوب شق الجسم، والراجل اللي اسمه ده بيقول لبطنة انت مش ند ليا، انا قلقان ان انت هتموت قبل ما السيف ده يلمسني. وبطنة بيقول له غطرستك دي هي اللي هتكلفك حياتك. وساعتها بطنة بيستخدم اسلوب الظل اسلوب ذبح الملك، وساعتها بيعمل هجوم كبير جدا والهجوم ده بيعميه، وساعتها شوها بيجي من وراه وبيقطع له دراعه، وساعتها الراجل ده بيخرج جناحات وبيطير لبعيد، وبطنة بينادي على شوها وبيهجموا على الراجل ده مرة تانية، وبعد كده بيوقعوا على الأرض ولكن من غير ما يقتلوه. وهو بيقول لبطنة يا ابن انت هذا اللي من قاعة النجوم دي؟ وبطنة بيقول له ايوه ده انا فعلا. وساعتها الراجل ده بيستعمل سلاح مخفي علشان يقتل بطنة، ولكن بطنة بيطلع سيف الروح بتاعه وبيدمر الهجمة دي وبيحطه قدام دماغ الراجل، ولكن الراجل بيحاول يهرب وبطنة بيهجم عليه وبيقعد يسيبه شوية اصابات علشان يقع، وفعلا بيقدر يخليه مجروح ومش قادر يقوم. وبطنة بيقول له قول لي اللي انت عارفه وانا هديك موت سريع. وهو بيقول له انا راجل ولائي للطائفة الدموية وانا مش هركع ابدا لمجرد بشري، ولكن بطنة بينادي على شوها اللي بياكل دراع الراجل قدامه، وبطنة بيقول له شوها خد وقتك في انك تاكله. وساعتها الراجل يعني بيترعب وبيقول له ما تقربش مني انا طعم مش حلو. وبعد كده الراجل بيخاف اكتر وبيقول له من فضلك ما تاكلنيش انا هقول لك على كل حاجه. وبطنة بيقول له قول لي بسرعه مين كمان شغال معاك من طائفه جولينج؟ وبيقول له انا عندي خطاب تعهد سري موقع من قبل الطائفه بتاعه جولينج وهي هتعرف كل حاجه بمجرد ما تقراه. وساعتها بطنة بياخد الجواب ده والديلينيان ومو يوهو وبيقرا كل الاسماء اللي موجودين هنا برضه في الورقه دي، والاشخاص التسعه دول هم الركائز الرئيسيه لطائفه جولينج، وهيسمح التحكم في الاشخاص التسعه دول بالسيطره على طائفه جولينج كلها، ومع ذلك لسه في شخص واحد مفقود من القائمه، وهو بيقول له هو ليه هو يامو مش في القائمه دي؟ وساعتها بيضحك وبيقول الراجل العجوز العنيد ده احنا حبسناه في سجن الطائفه بتاع جولينج وهو في سجن تحت الارض، وانا بشك اللي هو هيفضل على قيد الحياه اصلا. وبطنة بيتضايق منه وبيقول الطائفه الاشرار الاوغاد دول بعتقد اللي هم هيقدروا يسيطروا على قاره شينشو يا اولاد الكلب فاحلامكم اكيد. بطنة بيساله بيقول له كم عدد الاشخاص اللي اتمركزوا في جبل شونغلينج؟ وهو بيقول انا مش همانع لو انا قلت لك، ولكن انا قلقان انك اللي انت مش هتتجرأ انك تروح لهناك، وحتى لو عملت كده مش هتكون قادر انك تغير اي حاجه. احنا عندنا 50 شخص بيتمركزوا هنا، في 3 منهم في المستوى الثالث من العالم الارضي، و6 في المستوى الثاني، و7 في المستوى الاول، و13 في المستويات المتاخره من عالم الفطريه، و22 في المستويات المتوسطه. وبيقعد يضحك وبيقول الطائفه الدمويه عندها كتير من الاسياد في العالم السماوي، وقريب هتتفوق الطائفه على شينشو وهتوحدها، وبعد كده خلينا نشوف ازاي هتهرب من الموت بحلول الوقت ده تيان وانج. وساعتها هو بيخلص عليه، اقصد بطنة يعني بيخلص على الراجل. وبطنة بيقول الطائفة الدموية دي محكوم عليها بالفشل، ولكن للأسف انت مش هتبقى على قيد الحياة علشان تشوف اللحظة دي يا شو هو ليك دلوقتي. وساعتها بطنة بيحصل منه على 10 نقاط جدارة تانيين، وبيقول انا عندي بالفعل 10 نقاط، وانا بلغت قاعة النجوم السماوية عن خطة الطائفة الدموية ومخبأهم، فانا هحصل لي كده على 50 نقطة جدارة تانيين بالإضافة لنقاط الجدارة ال10 اللي أنا كسبتها دلوقتي. أنا بكده هحصل على إجمالي 70 نقطة، وهتمنحني 60 نقطة جدارة علشان هكون تلميذ نخبة، ولو أنا وصلت على النحو ده فمش هيمر وقت طويل قبل ما أبقى تلميذ محترف. بطنة بيقول من المفترض إن تتلقى قاعة النجوم السماوية الأخبار خلال اليومين دول، خلونا بس نأمل إن ما يحصلش أي حاجة في اليومين دول، وبنشوف شو اللي هو كل الراجل. وبطنة بيقول شو عنده معدة كبيرة، وفجأة قوته بتتحسن مرة تانية. بطنة بيقول له تعالى خلينا نرجع نتعامل مع طائفة جولينج دي، وبعد كده بنروح للواد صاحب بطنة ده
وبنشوف اشو بيضربه بديله، وهو بيقول ايه مين ده اللي بيقاطع احلامي الجميله، وبنشوف اللي هو ضارب البنتين اللي جنبه، وبطلنا بيقول له البس لبسك بسرعه وتعالى ورايا لو انت كنت عايز تحصل على شويه نقاط جداره. وهو بيقول له ايه، وهو بيقول له اخوك كبير الامر ده خطير وانا هحتاج لمساعدتك في المهمه اللي جايه. وساعتها الواد بيلبس على طول وبيروح معاه، وبعد كده بيبعتوا رساله وبيقول ايه بقى الموضوع كان كده، الاركان التسعه الرئيسيه لطائفه جولينج بتتجرأ لا تتواطأ مع الطائفه الدمويه. دول فعلا حقراء جدا. بطلنا بيقول انا قال ان طائفه جولينج تحت سيطره الطائفه الدمويه دلوقتي، وبقول له صحيح الوضع حرج جدا، احنا لازم نتحرك دلوقتي. وبطلنا بيقول له انت عندك حق، انا اعتنيت بالفعل بالراجل من الطائفه الدمويه اللي كان على اتصال بيهم، ودلوقتي احنا بس لازم نتخلص من الاشخاص التسعه علشان نحط حد للازمه دي. والراجل التاني بيقول له كويس جدا. بطلنا بيقول له من بين التسعه بيتمتع ديليان باعلى مستوى تدريب، وهو في المستوى التاني من عالم الارض، والسيد بو انت بس لازم تستحمله لشويه وقت، وانا ويشنج احنا هنرحل على طول. وبطلنا بيروح للزعيم وبيقول يا سيد وو، وساعتها الزعيم بيقول ايه ده في خطأ ما، وساعتها بيجي الحارس من وراه وبيهجم على الزعيم ده وبيقول انت ازاي تتجرأ وتقتحم طائفة جوليانج، وهو بيقول له اخان يا ابن الخاين الموت ليك واخوانا، وبيروح يهجم عليه هجمة قوية جدا، واشو بيجي من وراه، ولكن الزعيم برضه الزعيم وليه هيبته وهو مش بيتأثر ما بينهم وبيقدر يتفاداهم، ولكن بنشوف بطلنا واقف وراه وكلهم بيهجموا عليه، ولكن هو بيعمل درع كبير، ولكن الدرع مش بيقدر يستحمل الهجمات دي، وبيجي زميل بطلنا وبيدخل السيف في ظهره وهو بيضحك وبيقول نقاط الجدارة دي ليا انا، ولكن الحب ما جابهتش لتشي الشيطاني. وساعتها الراجل بيتضايق وبطلنا بيقول يا غبي ابناء طائفة جولينج متحالفين بس مع الطائفة الدموية، وهم مش في الواقع مش من الطائفة الدموية، وده معناه انك مش هتكسب اي حاجة. وبيجي بقية الزعماء بتوع الطائفة وبيقولوا ده مين اللي بيتجرأ انه يثير المشاكل في الطائفة بتاعتنا، وبعد كده بيقولوا ايه دول تلاميذ قاعة النجوم السماوية، بص كده الزعيم اتقتل، وبيقولوا احنا تعاملنا معاكم كضيوف كرام وبكده بتشكرونا يا غدا جحدين، خلونا نقضي على المجانين دول. لكن شو بيوريهم راس السيد اللي هو كاله اللي هو بتاع الدماء الشيطانية ده، وهم بيقولوا ايه السيد وو. طلنا بيقول الخطاب ده خطاب تعهدي واللي انت وقعته واديته للطائفة الدموية، يا ترى انت بتتعرف عليه؟ وساعتها هو كام واحد طبعا بيكونوا ساكتين والباقي باصين عليهم وبيقول لهم كلكم ما تسمعوش ليهم، دول بيكذبوا بس علشان يبرروا افعالهم، خلونا نهجم عليهم مع بعض ونقتلهم للانتقام للسيد العظيم. وبطلنا بيقول اتباع اوامره مش هيأدي غير لموتكم وبس. وبنشوف الراجل اللي مع بطلنا بيقول الناس اللي مش بيتواطئوا مع الطائفة الدموية اكيد هيتراجعوا، والا احنا هنعتبرهم خونة ويتم اعدامهم. وساعتها بنشوف واحد راح يهجم على الحارس بتاع بطلنا، والتاني راح يهجم على زميل بطلنا، والزعيم ده بيروح يهجم على بطلنا نفسه وبيقول انت هتدفع ثمن تدمير حياتي، ولكن اشو بيروح يضرب الراجل ده، وهو التاني طبعا مش عارف اللي اشو قوي وبيقول ده مجرد وحش من المستوى الرابع، ده اكيد عايز يموت، ولكن اشو بيديله ضربه بمخلبه بيجرحه في ايده، وهو بيقول في باله ايه ازاي ده ممكن، ازاي يكون بالقوه دي، ده قوتها قابله للمقارنه مع متدرب في المستوى التاني من العالم الارضي. وبطلنا بيهجم عليه بسيف الظل اسلوب قطع الراس، وفعلا بيديله ضربه قويه جدا وبتقطع راسه واشو بياكله، وطبعا بقيه تلاميذ الطائفه مرعوبين جدا بيقولوا ايه ده مستحيل مستحيل، والاتنين التانيين لما بيشوفوا الزعيم بتاعهم اتقتل واتاكل وهما الاتنين بيخفضوا دفاعهم، وساعتها الحارس وزميل بطلنا بيقدروا يخلصوا عليهم، مش بيفضل غير واحد وهما بيقولوا له استسلم قبل فوات الاوان، ولكن هو بيزعق وبيقول لهم انتوا بتعتقدوا ان انتوا تقدروا تقتلوني، يلا كلكم ساعدوني في قتلهم، ولكن محدش بيتحرك. بطلنا بيقول دي حاجه سيئه جدا بالنسبه ليك، مش متبقي اي حد حي علشان يساعدك، وحتى التلاميذ بتوعك مشيوا، خلي بالك لسه ما فاتش الاوان علشان انت تلحق بيهم. وبنشوف الحارس بتاع بطلنا بيهجم عليه من ظهره والواد التاني بيهجم عليه، ولكن التاني بيتفاداه، وبطلنا بيهجم عليه بسيف الظل الناري وبيقدر يجرحه جرح طويل، وبيجي اشو وبيخلص عليه وبياكله كالعاده. وبطلنا بيقول مين اللي يتجرأ مره تانية على التواطؤ مع الطائفه الشيطانيه دي، اللي هيعمل كده هيواجه نفس مصيرهم. بسرعة روح للسجن تحت الأرض علشان تنقذه هويان، احنا لازم نرجعه لتنظيم طائفة جولينج. وهم بيقولوا له حاضر يا سيدي، وفعلا هم بينقذوه، وهو بيقول لهم
انا هو ينبو، انا ممتن لانقاذي انا وطائفتي يا سيدي الشاب انت تيان هوانج. بطلنا بيقول له مفيش داعي للشكر، من واجب اللي احنا نقضي على الطائفه الدمويه، والاتنين دول هم الشخصين اللي كانوا بيحاولوا يساعدوا الطائفه الدمويه في احداث الليله اللي فاتت. انا فعلا امل ان انت تتحقق في الموضوع ده بدقه علشان تحدد الخونه الباقيين. وهو بيقول له خليك مطمن، العجوز ده هيتعامل مع الموضوع ده وهيدي السيد الشاب اجابه مرضيه. وبطلنا بيقتنع، بيقول له تمام، بيقول له شو كويس جدا، الشغل بتاع النهارده كان جامد جدا، عايش عليك، انت ساعدتنا كتير جدا. وبعد كده بيتغير المشهد وبطلنا راح علشان يشوف بقية زمايله الستة، ولكن واحد بيقول انا اسف ان خليتك تستنى. وبطلنا بيقول ايه هي فين السيدة شوان شوان وهنج فينج؟ وهو بيقول لهم ما وصلوش لحد دلوقتي وهم كده شكلهم مش هيجوا. بطلنا بيقول ايه نية القتل الحادة دي، وشكلهم كده ناويين على نية سودة. واحد بيقول ليه هو حصل لهم حاجة، والتاني بيقول له مفيش داعي للقلق هم بخير، انا قلت لهم ان مكان الاجتماع اتغير لوادي يون مينج. بطلنا بيقول له خلاص لو كان الموضوع كده خلينا نسرع ونلتقي بيهم. وهو بيقول له لا انت مش محتاج انك تكون مستعجل كده، احنا نلتقي بيهم لما اخلص منك. وساعتها بيجي ناس كتير ومنهم زميل بطلنا والراجل الحارس الشخصي، بس يا ترى هيبقوا مع بطلنا ولا ضده؟ وبنشوف بطلنا بيقول مفيش عجب اللي انت منعت السيدة شوان من ان هي تيجي معايا، اتضح اللي انت خططت لكل ده قبل كده مش كده. وبقول له في الواقع كل حاجة صارت وفقا لخطتي. وبطلنا بيقول له احنا كلنا تلاميذ في قاعة النجوم السماوية، وانت ليه بتحاول تقتلني؟ وبقول له اخرس، انا اعظم تلميذ ماهر في جبال الشباب، ومفيش اي حد زيك كده يستحق اللي هو يمكن يكون زميلي، ازاي بس لحسالة زيك من طائفة الرتبة الستة اللي هو يخطف الاضواء مني؟ طنة بيقعد يضحك عليه وبيقول له ان قاعة النجوم السماوية مليانة بتلاميذ احسن منك، وانت بتخطط انك تقتل كل اشكال الخطر لانه اعلى من مركزك، انت مجرد نملة بينهم. وساعتها هو مش بيقدر يرد عليه وبيقعد يقول له شوية كلام عيال، وبيقول له بغض النظر عن مدى موهبة تلاميذ قاعة النجوم السماوية فانا لسه افضل عبقري من بين جيل الشباب كلهم في منطقه اشو. وبطلنا بيقول جيش الطائفه الدمويه بيقرب وانت بتحاول تقتل زمايلك التلاميذ علشان رغبتك الانانيه، ومع ذلك بتطلق على نفسك بلا خجل افضل ولد عبقري في جيل اشو الشباب، ازاي انت زازك كده؟ ساعتها الواد بيقول له كفايه صرصره يلا قتلوه. وبنشوف واحد راح يهجم على بطلنا ولكن اشو بيصد الضربه دي، والولد بياخد باله من اشو وبيقول في باله علشان كده كان واثق من نفسه، اتضح اللي هو عنده وحش قوي زي ده في قوة متدرب في المستوى الثاني من عالم الارض. البطل بيقول لحسن الحظ الليلة اللي فاتت اكل اشو 2 من المتدربين الاقوياء في عالم الارض وتحسن قوته بشكل كبير، ودلوقتي قرب اللي هو يخترق وبقى قوي جدا زي متدرب في عالم الارض من المستوى الثالث. ازاي بس قادر اللي هو يهتم بامر المتدرب من المستوى الثاني من عالم الارض؟ ده كده كده مش هيكون عنده مشكلة مع الباقيين. وهم بيقولوا له ما تظنش ان الوحش ده هينجيك من الموت. وبطلنا بيقول له خلاص خلينا نشوف مين اللي هيموت دلوقتي. وبنشوف زمايل بطلنا يا ولاد الغدارة وهم رايحين يهجموا عليه. بطلنا بيفعل هيمنة النار وبيعمل قوة نارية مدمرة، والحارس بيقول يا شنجلين خلي بالك. وساعتها هو بيحاول يصد الضربة ولكن الواد اللي كان زميل بطلنا ده بيقول ده كان قريب جدا، تيان هوانج فعلا وحش، لو ما منعش الاخ بوه الهجوم ده فالعواقب كانت هتكون محدش يقدر يتصورها. والواد اللي عمل الكمين ده بيهجم بتقنية سيف وو شانج، وواحد تاني بيستخدم نيزك الليل المظلم، والتالت بيستخدم السيف الذابح، وبطلنا بيستخدم سيف الظل اسلوب قتل الملك، وبيعمل هجوم كبير جدا عليهم هما التلاتة. وهم بيقولوا في بالهم احنا الان اللي احنا لو ما عملناش سوا مش هنقدر ان احنا نوقفه وكلنا هنموت في الاخر. وبطلنا بيقول زي ما توقعت مش هيكون من السهم التعامل مع الثلاثه دول في وقت واحد. وبطلنا بيروح على الواد اللي غدر بيه وبيقول له حاول انك تكون شخص صالح في حياتك اللي جايه، وساعتها بيقطع رقبته، والراجل اللي معاه بيقول لا شنجلين. وساعتها هو بيتضايق جدا وبيفعل طاقته، ولكن بطلنا بيكون عمل النسخ الكتير بتوعه وبيستعمل تقنية قطع وبيقطع جسمه الاتنين. وهم بيقولوا ايه ده معاه سيف روحي من المستوى الارضي. وبنشوف طبعا النمر اشو وهو راح يهجم على متدرب تاني وبدأ يصيبه، والمتدرب بيقول ده سيء جدا، ده بياكل الجسم الاخ يو، ده هيبقى اقوى تاني، انا لازم اوقف ده. ولكن بطلنا بيتدخل وبيقول له انت لازم تهزمني الاول يا حبيبي. وساعتها هو بيهجم هجوم قوي جدا ناحيتهم، ولكن بطلنا بيستخدم السيف الروحي وبيقدر يصده. وبنشوف القتالات بتكون كتير جدا وبطلنا بيحاول يصد كل ضرباته، والتاني بيقول دي فرصتي وبيستخدم تقنية سيف ووشينج، ولكن اشو
بيكون خلص اكل وقوته زادت تاني، وهما بيقولوا لا كده فات الاوان. وبنشوف اشو بيصد الضربه وبيعمل هجوم خارق جدا على الولد التاني وبيخلص عليه. وبنشوف الواد قاعد عند الشجره وهو مش قادر يقوم، والواد التاني بيقول ايه اتطور الوحش رتبه زعيم من المستوى الرابع، احنا كده لازم نهرب، محدش فينا يقدر يواجهه. والراجل بيحاول يخلع من المكان ولكن بطلنا بيضربه، ولكن الراجل بيطلع اجنحه وبيروح علشان ياخد السيد ووشونج علشان يطير لبعيد، ولكن شينج بيبقى مستنيه وبيهجم عليه، ولكن الواد التاني بيتفادى الضربه، ولكن بطلنا بيضربه يوقعه وبيقول له يلا روح للجحيم. وبطلنا من ناحيه واشو من ناحيه، والواد يا عيني عمال يتصدى وعمال يتفادى وبيقول ده سيء جدا، انا كده كتير. وساعتها هجوم اشو بيجي فيه وهجوم بطلنا بيخترقه من ظهره وبيقع، وبيقول له اشو ارجوك ما تاكلنيش، ولكن اشو ما بيرحمش وكاله فعلا. وبطلنا بيروح للواد التاني اللي كان عامل الكمين بيقول له تيان هوانج انت مش هتقدر تقتلني، انا احسن تلميذ في طائفة اوجيان وعمي هيكون في العالم السماوي، لو انت قتلتني فانت وطائفتك مش هتنعموا ابدا. وبقول له فيها ايه انا دلوقتي في القاعة السماوية، يا ترى عمك ده هيقدر يواجه القاعة السماوية؟ هو انت حتى وانت بتموت لسه بتتجرأ على انك تتباهى بوضعك؟ لو انا قتلتك دلوقتي مش هيعرف ولا واحد، وحتى لو اكتشفوا ده فيعتقد ان الموضوع كان من صنع الطائفة الدموية، علشان كده اخرس وموت. وهو بيقول له هوانج تيان انا اسف، انا كنت غلطان، من فضلك انا مش عايز اموت، من فضلك خليني امشي وانا اكون خدام عندك. بطلنا بيقول له بما اننا زمايل في قاعة النجوم السماوية فانا هدي لك موت سريع. وهو ساعتها بيزعق وبيقول له وانت فاكر ان قتلك ده هيمر مرور القطار كده؟ انا الطائفة بتاعتي هتقطعك حتت. ولكن بطلنا بيأمر اشو اللي هو ياكله وبقول له انا هسيبك علشان تنظف المكان، وساعتها اشو مش بيخلي منه حته. وبطلنا بيقول جه الوقت لتصفيه الحسابات مع الطائفه الدمويه. وفي حد بيقول اتيان هوانج وانت متاكد من وجود مجموعه من اتباع الطائفه الدمويه مستخبين في جبل شون لونج؟ وبطلنا بيقول انا متاكد، انا استخلصت المعلومات دي من واحد من المتدربين اللي كان بيسيطر على طائفه جولينج قبل ما اقتله، وكل اللي كانوا من طائفه جولينج كانوا معاه كانوا بيقولوا كده برضه. وساعتها بنشوف البنت التانيه اللي بتكره بطلنا وهي بتقول له لو انت كنت كذاب فانا اول واحده هتقتلك. وبطلنا بيقول لها تمام، انا ممكن اوريكم نقاط الجدارة العشرة اللي انا حصلت عليهم بعد قتل الطائفه علشان اثبت ان انا مش بكذب. والبنت التانية بتقول له انت قلت ان هو شانج والباقيين في طريقهم بالفعل الجبل شينج لونج، علشان كده خلينا نجمع مع التانيين ونتبعهم. وبعد كده بنشوف كتير جدا من الطائفة الشيطانية، واحد فيهم طائفة وادي مينج وطائفة جو لينج وطائفة يوم مانج، وكلهم بيقولوا ان احنا هنتبع اوامر قاعة النجوم السماوية. والبنت التانية بتقول كويس يلا بينا. وبعد كده بيروحوا فعلا لحد الطائفة الدموية وبتبدأ المعركة وبيكون في قتالات كتير جدا. وبنشوف بطلنا مصاب وبيقول في باله على الرغم ان هم عندهم عدد كبير جدا من المتدربين في عالم الارض ولكن احنا لسه عندنا الايد العليا وطائفة ليان يو ووادي يوم مينج متدربين في عالم الأرض، وفي طائفة جو لينج أقوى كمان. علاوة على كده فكل من شوان وهينج فينج هما الاتنين قويتين زي متدربين عالم الأرض، ولو ما حصلش أي غلط فاحنا ممكن نفوز. وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لنا رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة هنا في قناة منهوات فياريت تشترك، والقناة بتاعت منهوات هتلاقيها في أول كومنت. يلا مستني ايه يا صاحبي؟ ويا ريت تنضموا لجروب التليجرام، هناك هننزل لينكات القصص كلها بالترتيب، وكمان لو في منهوة عايزين نعملها فابعتلي على الانستا وده برضه هتلاقيه في اول كومنت. وفي الاخر عايز اشكركم على دعمكم الجبار ليا، ودمتم سالمين، يلا سلام.